بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كبدة وتومية. عندنا هنا مكونات الكبدة الاسكندراني: توم وشطة وملح بس. ومعانا هنا بقى مكونات المايونيز كما معانا المايونيز من مكونات ايه التومية. هنقطع الكبدة عصافيري صغيرة كده خالص علشان نشتغل بيها. وعندنا برضو الشطة هنقطعها ونظبطها ونرجع لحضراتكم تاني. هنقول بسم الله بقى ونشتغل في ايه في التومية. هناخد معلقة ونص من النشا، عليها مج مية ونقلبها، ونفضل نقلب فيها لغاية لما توصل للقوام بتاع المهلبية. بس هي عبارة عن مية ونشا بس، دي اللي احنا هنعمل بيها التومية. واول ما توصل للقوام اللي احنا عايزينه هنشيلها من على النار ونسيبها تبرد، ونبدأ نشتغل فيها بقى. ومعانا هنا ايه الكبة، ومعانا التوم اللي احنا هنشتغل بيه. خلاص هي وصلت كده للقوام اللي انا عايزاه، اسيبها بقى على جنب لغاية ما تبرد. وعندنا هنا بردت، هحطها بقى في الكبة وانزل عليها بربع كوباية زيت وملح وثلاث فصوص توم. وعندي هنا المايونيز ده انا كنت اصلا عاملاه وبشتغل بيه. خلاص هنشتغل بقى فيها، نضربها كويس جدا في الكبة عشان طبعا التوم يتفرم ما عادش يبقى ليه وجود. وحطينا ملح، اهم حاجة الملح. بقى احنا عندنا هنا عشان نعمل التومية معلقة ونص نشا، خلطناها على النار لغاية ما بقت زي قوام المهلبية كده، سيبناها اما بردت. وعندنا 3 فصوص توم، وعندنا معلقتين مايونيز، وعندنا هنا كمان ربع كوباية زيت والملح. وما شاء الله القوام بتاعها كان جميل جدا. انا بعمل منها كمية قليلة على قد الاكلة بس، لان طبعا دي ما ينفعش تشال في التلاجة لان طعم التوم فيها بيغير. عشان نبقى صراحة كده مع بعض، طعم التوم فيها بيتغير، فانا بعمل كمية على قد الاكلة بس. هما عملنا الاتنين دول، الطبقين الصغيرين دول، وهركنها على جنب. هي دلوقتي قوامها سايل شوية، اول ما تبرد هتجمد. وعندنا هنا بقى هنبدأ نشتغل في الكبدة. ومعايا بطاطس طبعا هحمرها علشان تاكل جنب الكبدة. وهنا زيت على النار، حوالي نص كوباية زيت. اسيبها لغاية ما الزيت يقدح، يبقى سخن جدا. واعمل له اختبار كده بقطعة من الكبدة، انزلها فيها. اول ما الاقيها بتطرطش كده وتستوي، خلاص انا كده انزل بالباقي وانا مطمنه، بحيث ان هي ما هتنزلش معايا اي ميه خالص. عندنا الكبده اللي احنا قطعناها، انا قطعتها وشلتها في التلاجة على طول علشان ايه تفضل محتفظه بالقوام بتاعها. هنا الزيت سخن جدا، طبعا مش هتنزل اي ميه ولا هتنزل دم ولا اي حاجه، هتفضل زي ما هي، لونها بس اللي هيتغير. اول ما لونها يتغير خلاص كده يبقى تمام. هنزل عليها بالفلفل اللي انا مقطعاه، فلفل طبعا حراق، هي الكبده الاسكندراني بتبقى حراقه. افضل اقلب فيها لحد ما اللون بتاعها كله يتغير. وعندنا هنا بقى الشطه نزلنا بيها وهنقلب، نفضل نقلب فيها كلها على بعضها كده، ما بتاخدش 4 دقايق على النار، لان كل حاجه طبعا من دي مش بتاخد اي سوا خالص. وعندنا هنا التوم، حوالي 6 فصوص توم انا مقطعاهم قطع صغيره، او تضربيهم في الهون عادي براحتك. هقلبه كويس جدا مع التوم. اول ما التوم بينزل عليها بيودي ريحتها في مكان تاني خالص. وبعد كده طبعا هننزل بالملح. هنا انا حطيت معلقه كبيره كده ممسوحه ملح، وبرده الملح ده على حسب ذوقك انت اللي بتتحكمي في الملح. هنقلبها بقى، ما تسيبهاش على النار خالص علشان الكبده ما تمطش معاكي وبتجمد، بتبقى جامده. وهندوقها، لو لقيناها محتاجه ملح هنحط لها. لو يعني بصي حطي مقدار الملح ده على حسب رغبتك انتي. انا كان اللي معايا دي معلقه صغيره بحط بيها. افضل اقلب فيها شويه. خلاص هي كده اعتقد ان هي وصلت للقوام اللي انا عايزاه. ومعنا الناحيه التانية البطاطس بتتحمر، اسيبها على النار 4 دقايق بس، 4 5 دقايق بالكتير على حسب. لو كميتها كبيره اسيبيها على النار 5 دقايق. انما هما دول كان ربع كيلو كبده، مش كتير، على قد الناس يعني اللي هتاكل منها. هي خلاص كده تمام استوت، ما عادش محتاجه ان هي تتساب على النار.
خلاص عندنا كده الكبدة خلصت والبطاطس خلصت، حطيت عليها الملح وشكلها بصراحة تحفة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك ومتابعة. مع السلامة.